صباح الخير، صباح العسل، وحشتوني كتير كتير بجد والله يا بنات، وحشتوني جدًا. وقررت النهارده بقى إن إحنا نغيّر قعاد في البيت شوية، ونخرج ونتفسح كده ونشوف حاجة جديدة. بس هنتفسح النهارده، مش هنتفسح فسحة بس، هنروح فرح هيعجبكم جدًا، جدًا، جدًا. الناس اللي موجودة معايا في القناة شرفتوني ونورتوني، ووجودكم دايمًا بيسعدني كده. وفضلًا حطّي لي لايك واشتركي في القناة علشان تشوفوا معايا كل جديد. اليوم بدأ كده زي ما أنتم شايفين بمشتريات كنت جايباها، يعني حاجات محتاجاها. طقم للتلاجة، فوط المطبخ اللي أنا متعودة عليها اللي دايمًا ما بنغيّرهاش مع بعض، وجايبة برضه ملمّع خشب وملمّع زجاج، الحاجات اللي إحنا محتاجينها. تعالوا بس قبل ما نبدأ أي حاجة ونقول أي حاجة نقول إيه: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين، اللهم أعني ولا تعن علي. اليوم دوّة كان بادئ، لو أقول لكم الشخصية اللي بتكلمكم دي كانت بادئة قرفانة، والمصحف كنت قرفانة. عارفين القرفانة دي؟ اللي هو قاعدة على السرير كل شوية أقول قومي يا أميرة، ما ليش نِفْس أعمل حاجة خالص، مش عايزة أقوم من مكاني، مش عايزة أعمل حاجة خالص. قومي يا أميرة، طب قُمنا صلّينا والحمد لله، رجعنا قعدنا تاني على السرير. في إيه يا أميرة؟ مش عايزة أعمل حاجة. بعد كده قُلت لنفسي إيه، طب نقول حبّة أذكار. قُلنا شوية أذكار وقُلنا نستعين بقى بالله. يالّا يا أميرة كفاية بقى، كفاية كسل بقى وزهق. المشكلة مش موضوع إن أنتِ كسلانة مش عايزة تعملي حاجة، أنتِ عندِك حبّة زهق، اللي هو أنا مش عايزة أعمل حاجة، أنا زهقانة، أنا زهقت من البيت. طب خلاص، طب قومي اعملي، اعملي لنفسِك فطار كده يفتح النِفس، والّا اعملي لنفسِك أي حاجة جديدة، اخرجي من mood القرف اللي أنتِ فيه. وده اللي دايمًا باقول لكم عليه، لمّا تحسوا بزهق جامد وقرف حاولوا تعملوا أي حاجة، أي حاجة جديدة، أي حاجة تغيّر mood اليوم بتاعكم. حتى لو الحاجة دي بسيطة جدًا، زي ما أنا باعمل معاكم حاجات بسيطة جدًا على فكرة. يعني عادي باحمّر بطاطس عادي وباحطها في ساندوتشات. بس باغيّر مثلًا، باحطها بدل ما باحط في ساندوتشات عيش عادي، باحط في عيش شامي، باحطها مثلًا في الساندوتش ميكر. حاجات بس تغيّر النفسية شوية. فطرت طبعًا ووريتكم زي ما وريتكم كده المشتريات. وبعد كده قُلت إيه بقى، إحنا النهارده عايزين نعمل إيه. قُلت خلاص أبدأ بالأكتر حاجة أنا مهملة فيها بقى لي فترة، وده أكتر حاجة على فكرة برضه أنصحكم بيها. لمّا تكوني داخلة على تنضيفات عميقة أو داخلة إن أنتِ هتعملي حاجة في البيت بتاعِك، حاولي تبدئي بالحاجة اللي أنتِ مهملاها، بالحاجة اللي أنتِ بتكسلي تعمليها، بالحاجة اللي أنتِ بتحسي إن هي تقيلة على قلبِك. فأنا قُلت خلاص أبدأ بالبلكونة والتلاجة. البلكونة اللي بالنسبة لي هي مشكلة كده رخمة ما باحبهاش، والتلاجة علشان مش ما باحبهاش عشان غسيلها، غسيلها سهل جدًا ما بياخدش حاجة. مكانها بالنسبة لي في البلكونة مضيق، عارفين المكان ضيّق جدًا. فأنا بابقى واقفة زهقانة وأنا باعملها ومش عارفة أحرّكها. فما علينا يعني، قُلت خلاص أبدأ بالحاجتين دول. قُمت خارجة كده التلاجة، مسكت كل حاجاتها كده، الحاجات اللي عرفت أطلّعها منها طلّعتها، الحاجات اللي ما عرفتش طبعًا قُمت سايباها مكانها. وعايزة أقول لكم بقى إن إيه، إن أنتِ أمّا تيجي تغسلي حاجة كده، يعني أنا كأميرة الشخصية الرخمة اللي بتكلمكم دي، أيوه الاعتراف بالحق فضيلة. يعني مثلًا أمّا آجي أغسل حاجة باطلّع عيني شوية فيها، مثلًا باقعد أمسك قطعة، قطعة كده أغسلها. بعد ما باخلّص الحاجات بتاعتها كده وحاطاها طبعًا على ملاية نضيفة جنبي كده، باصفّي عليها كل الحاجات دي كده علشان تبقى نضيفة. هاخد بقى بعد كده شوية مَيّة عاديين جدًا، شوية مَيّة دافيين كده، مَيّة سخنة على ساقعة أهو زي ما أنتم شايفين كده. هاحط عليهم شوية خل صغيّرين، وأحاول أعقّم التلاجة دي. أعقّمها من إيه، من أي حاجة فيها بقى لها فترة طبعًا ما اتنضفتش، مليانة زي ما أنتم شايفين الردة بتاعة العيش. لإني أنا الفريزر دوّة ما باستخدموش غير للعيش بس، يعني باحط فيه العيش حاجات بسيطة كده، كيس مثلًا فول، برطمان صلصة، حاجات بسيطة. أي حاجة تانية باحطها في الdeep freezer. فهي طبعًا كانت مليانة ردة مبهدلة بطريقة صعبة جدًا بسبب ولادي، ربنا يخليهم ليّا يعني، بس هُم لمّا بييجوا يجيبوا العيش بيبهدلوا الدنيا كده. فمسكتها الأول بفوطة كده وشوية مَيّة زي ما قُلت لكم دافيين، نعقّمها كده ونضّفتها كلّها من الردة اللي فيها. ده تنضيف مبدئي، ده علشان تغسليها على نضافة. ما هو أهم من الشغل زي ما متفقين مع بعض تضبيط الشغل، والنضافة فَن زي ما قُلت لكم كده، مش إن إحنا هنجيب سلكة كده أو نجيب أي ليفة في إيدينا كده ونعمل فيها كده نعُكّه كله ببعضه. لأ، إحنا لازم ننضّف كل حاجة كده بإيه، بأُسس كده ونظام كده يخلّي حاجاتنا تبقى نضيفة كده ومرتّبة. وعايزة أقول لكم إن الصفار اللي في الفريزر دوّة اللي أنتم شايفينه، ده مش إهمال منّي والله ولا حاجة. لأ، علشان أنا التلاجة دي كنت سِبتها في شقتي. بُصّوا،
في حاجات كتير كده في قصص كده. شقتي التانية أو اللي أنا كنت عايشة فيها أول ما اتجوزت، كنت أنا سِبت العفش بتاعي فيها حوالي 4 سنين، ما كنتش باستخدمه ولا أي حاجة، كنت قافلة الشقة بكل حاجتها يعني، وكنت عايشة مع حماتي هنا، من غير ما أجيب عفش ولا أي حاجة. بس فبعد كده يعني لمّا سِبتها ل4 سنين، وكنت مثلًا بال5، 6، 7 شهور ما باروحش أبُص على الحاجة دي، لمّا جيت رُحت في مرّة بقى لقيت التلاجة كده إيه، الفريزر اصفر كده من فوق يعني، فالحمد لله خساير بسيطة حصلت أيامها يعني، البوتاجاز حصل فيه حاجات، التلاجة بس حاجات بسيطة الحمد لله يعني. بس. فأنا باحاول أغسلها على قد ما أقدر. بُصّوا بقى الجزء ده اللي مجننا كلنا وبيطلّع عينينا، لو أنتِ عندِك نفس الفتحات دي في الdeep freezer أو في الفريزر أو في أي حاجة بتاعة تلاجة، شايفين البتاعة بتاعة الودان دي، أنا بامسكها كده زي ما أنتم شايفين بعد ما أكون غسلت التلاجة مرّة وسِبت الصابون عليها شوية كده بس يطرّي أي حاجة في المكان ده، لو حاجة ناشفة، لو رَدّة ناشفة، لو أي حاجة عشان ده طبعًا فريزر، وبامسك بتاعة الودان دي زي ما أنتم شايفينها كده 3، 4، 5 وحدات كده، وأروح وآجي في المكان ده نخلّيه بُصّوا فُلّة شمعة منوّرة بجد، اللي هو ما بيبقاش فيه أي حاجة خالص، خالص يعني بجد، بيبقى نضيف. غسلت التلاجة بتاعتي كلّها طبعًا بالليفة اللي في إيدي بشوية الصابون، بحبة مَيّة بُساط كده مخلّيني الصابون بس سايب، غسلتها من فوق لتحت، باجيب بقى تاني طبق نضيف تاني بمَيّة نضيفة تاني، بفوطة بقى طبعًا مغسولة طبعًا نضيفة، وامشي فيها انشفها كلّها كده وامسحها وإيه تبقى نضيفة كلّها، وأرُص وهنا بقى ده الطقم اللي أنا جايباه معاكم بتاع التلاجة دوّة رصيته، وحطيت الحاجات اللي موجودة عندي، أنا مش عندي حاجة على فكرة في التلاجة اليومين دول الحمد لله، يعني في طماطم وخيار الحاجات البسيطة دي، بس أنا عايزة كنت أروح السوق، بس طبعًا النهارده الفيديو حلو، النهارده الفيديو هيعجبكم، النهارده هنخرج ونتفسح ونروح فرح حلو كده، فرح جميل بجد، عِشنا يوم جميل كده، وقررت إن أنا أخلّيكم تعيشوه معايا أنتم كمان. فقُلت خلاص أنا بس هاغسل التلاجة كده وانضفها وارُص الحاجات اللي موجودة وخلاص، أنا مش هاعمل حاجة النهارده ليه بقى هاقول لكم مش هاعمل عشان في حاجات كتير هتيجي دلوقتي هتشوفوها معايا. ودخلت بعد كده بقى المكان اللي ورا التلاجة ده قُلت أنضّفه بالمرّة كده أنفّضه وأنضّفه هو كمان واغسله كده هو كمان واحط بقى فيه شوية مَيّة كده حاجات كده بُص نفضت كل حاجة فيه ورشيت فيه هو كمان شوية مَيّة كده بDettol وحاجات كده، وقررت أمسحه هو كمان كويس جدًا، جدًا بعد ما أكنسه طبعًا شايفين أنا الحاجات دي أنا باكنسها على فكرة كنت كانساها من حوالي 5، 6 أيام، بس التراب اللي كل يوم بييجي لنا ده مش عارفة ادعوا لي والنبي يبطّل بقى علشان أنا إيه، كنت ناوية في اليوم دوّة أصلًا أكمّل البلكونة واغسلها كلّها واعملها، بس رجعت قُلت لنفسي إيه، أنا من نوع من الناس اللي متابعة الأخبار شوية سواء صيف أو شتا، اللي هو شُفت إن أخبار الطقس تاني يوم إن في أتربة وكلام زي دوّة، فقُلت لنفسي أنا هاروح أنضّف البلكونة وامسحها واقعد أغسل فيها وفي الآخر تقوم من التراب، لأ والله ما عاملاها مش هاكمّلها، وفي الآخر الجو ضحك عليَّ وما فيش أي أتربة حصلت ولا أي حاجة. وعايزة أقول لكم أصلًا إن أنا كمان المصداقية أكتر كمان، أنا ما كمّلتش ليه بقى، علشان كنت في اليوم دوّة زي ما أنتم شايفين كده خلصت التلاجة، كنت عايزة أنزل أجيب عيش، كنت عايزة أنزل أعمل حاجات لنفسي برضه من الشارع، أجيبها من نفسي من الشارع، كنت عايزة أقف أكوي المكوة في اليوم ده قسّمتها، قُلت إيه أنا سِت ديمقراطية نُص بالنُص، أكوي مثلًا حاجات بسيطة اللي مش بتاخد مكوة إلا حاجة بسيطة معايا، وأودّي بقية المكوة بتاعة ولادي وجوزي المكوة وكده أكوّوها هناك برّه. وبعد كده كنت واخداها مراحل بقى، خلّصنا من المكوة، خلّصنا من الحاجات اللي جبتها من الشارع أنا عايزاها، دخلت بقى على البنات، عارفين البنات بقى وشغل حاجات البنات دي، مسكت شعر سلمى كده برضه عملت لها فيه شوية وما خلّصتهوش كلّه، يعني أنا الجزء اللي من ورا ده عملته لها كلّه كده على أساس إن هو بيبقى إيه مُتعب ليها شوية، وبعد كده هي كمّلت، وبعد كده دخلت على الأستاذ محمد وملك شطّفتهم ولبّستهم زي ما أنتم شايفين، ولبست أنا كمان كده وكل حاجة. وكان فاضل بس شعر ملك ده اللي بابقى أصلًا أي خروجة باخرجها أو أي فرح أو أي حاجة، شعر ملك ده بيبقى آخر حاجة في اليوم علشان إيه، يعني نخلص يبقى ما يبص بسرعة. وده طبعًا الطقم بتاعي، إن شاء الله يعني يعجبكم، حاولت كده ألبس حاجة برضه يبقى شكلها حلو كده، يعني إيه بأقل الإمكانيات موجودة في البيت، ما نشتريش حاجة. وتعالوا بقى عيشوا معايا أجواء الفرح ده إن شاء الله هتعجبكم.